أغرب جريمة في اليابان. في سنة 2004 واحد عجوز راح يسحب فلوس من الاي تي ام، وده كان مفروض شغلانة تكون عادية، لكنها أصبحت سبب في موته. وكشف عن واحدة من أغرب الجرائم اللي حصلت في اليابان. في مول جوسكو حصلت مشاجرة بين راجل كبير في السن وواحدة شابة ضعيفة كانت شايلة ابنها واللي كان مربوط على صدرها. الست صرخت حرامي حرامي، ولكن العجوز كان ماسك حاجة في ايده بقوة. 3 من الناس اللي كانوا بيتسوقوا دخلوا على الخناقة بسرعة وفصلوا العجوز عن الست، وحاولوا يفتحوا ايده علشان ياخدوا اللي اخدوا منها ويرجعوه ليها، بس هو كان ماسك بكل قوته ومش راضي يسيبه. الحظ الحلو كان ان في 2 من الشرطة كانوا قريبين من المكان، فمسكوا الراجل العجوز وكبلوه ورموه على الارض، وهو كان بيصرخ وبيقول انه ما عملش حاجة غلط. واثناء ما كانوا بيعملوا كده دوروا على الست بس ما لقيوهاش، اختفت فجأة وما سابتش اي اقوال، فقالوا يمكن هي كويسة ومشيت وكل حاجة تمام من ناحيتها. والشرطة فضلت ماسكة الراجل ملقى على الارض لمدة 20 دقيقة، وبسبب العنف اللي استخدمته الشرطة مع العجوز الراجل اتوفى دماغيا ومات تاني يوم. والشرطة قفلت القضية وقالت الحرامي مات والست مشيت والقضية اتقفلت. بس أولاد الراجل العجوز ما سكتوش وأصروا على الشرطة تفتح القضية من تاني وتعيد التحقيق، وده لأن أبوهم ما كانش بيسرق، خصوصا بالسن ده، وهو كان متقاعد وعايش مع عيلته وأحفاده في سلام، وبيته كمان كان قريب من المول. الشرطة في الأول رفضت تفتح القضية من تاني، بس بعد إصرار كتير وافقوا يشوفوا كاميرات المراقبة عند الاي تي ام، واللي اكتشفوه كان مخيف جدا. الكاميرا صورت الست وهي بتحوم حوالين الاي تي ام لمدة 5 دقايق قبل ما تقف في زاوية وتستنى لما الراجل العجوز يسحب فلوسه، واللي كان رايح يمشي، فالمرأة مشيت قدامه وخبطت بكتفها وعملت نفسها انها ما شافتوش، ومررت ايديها في جيبه بسرعة علشان تاخد محفظته اللي فيها الفلوس وكروت الاي تي ام. العجوز مسك فلوسه وكروته بقوة وما سابهاش تاخدهم منه، ولما حست انها مش هتقدر تاخد الفلوس صرخت وقعدت تقول حرامي حرامي. و3 من الناس اللي كانوا قريبين شافوا اللي حصل ومسكوا الراجل. وهنا الشرطة فهمت ان الست هي اللي كانت بتعتدي مش الراجل العجوز. وفي وقت من الاوقات واثناء ما كانوا ماسكين الراجل الست اختفت في الزحمة، ومع ان الشرطة دورت في كل الكاميرات في المول ما قدروش يشوفوها او يعرفوا هي راحت فين، وكأنها شبح وتبخر، ولا حتى الناس اللي كانوا هناك قدروا يتعرفوا على ملامحها. كلهم كانوا بيبصوا للعجوز بقرف على انه الحرامي. بعد ما رجعوا كل الكاميرات لساعات طويلة الشرطة اخيرا شافت صورة واحدة بس للست وهي بتبص للكاميرا لثانية واحدة، واللي ظهر فيها وشها كان مخيف للشرطة لدرجة انهم موافقوش يوروا الصورة للناس الا بعد سنة 2005 من كتر البحث واليأس من انهم يلاقوها، كل ده خوفا من ان الناس تخاف وما ترجعش تتسوق في مول جوسكو من تاني. وشها كان بدون مشاعر او حتى ملامح بشرية، وكان شعرها بني ولابسة هدوم سوداء، ومع انها لمست كروت الراجل ما سابتش وراها اي بصمات. الغريب بقى ان في اكتر من 23 جريمة حصلت بنفس الطريقة، وناس كتير قالوا ان الست سرقتهم عند نفس الاي تي ام، بس محدش قدر يشوف ملامحها او يوصفها. الشرطة وسعت دائرة البحث واكتشفت ان المول اتبنى على ارض فيها بيوت اتحرقت، وواحد من البيوت دي كان لواحدة ساحرة كانت بتعمل سحر اسود وماتت في الحريق. بس المحكمة رفضت الكلام ده لانه مش علمي ومبني على حاجات غيبية، فالقضية فضلت من غير حل، والعجوز اتبرأ وأهله اتعوضوا، والسارقة ما اتمسكتش حتى الآن. ودي كانت